مشاهدينا الكرام في كل مكان، ورجعنا لحضراتكم تاني، وكل يوم في يوم جديد بيكون معانا مبدع متميز جدا في مجاله. والنهارده فقره فنيه جميله جدا منورني فيها السيناريست احمد محمد حلبة، اللي هيكلمنا عن فيلمه الاخير اللي حصل فيه على جايزتين، وهو فيلم غضب البحر والنهر. اخذ فيهم جايزتين، جايزه لجنه تحكيم مهرجان الاسكندريه العام 2012 وجايزه موسم الفنون المستقله. والحقيقه قبل الهوا كنت بتكلم انا واحمد، وقال لي ان هم دول يعني المهرجانين الوحيدين اللي احمد قدم فيهم. لو كان يعرف كان ممكن يشارك في اكتر من مهرجان كمان. الفيلم مهم جدا، يستحق ان حضراتكم تتابعوا معانا الفقره. حاليا بيشتغلوا على الجزء الثاني منه، وكمان احمد بيشتغل على فيلمه الجديد سماه بعد حين، وبيستعد لفيلم روائي طويل. كل التفاصيل معانا النهارده. بس صباح الخير يا احمد في الاول. اهلا وسهلا، صباح الخير. الف مبروك على الفيلم. الله يبارك طبعا فيك. هنتكلم وندردش ونعرف منك كل التفاصيل، بس تعالى نروح مع كل مشاهدينا نشوف جزء من الفيلم، وناخد مع حضراتكم فاصل سريع عن فيلم غضب البحر والنهر، ونرجع تاني. زعلتك؟ شايف الدمعة في عينك هتفل، والحمرة في وشك نار بالغل، وسيول من على الخز نازلة من تحت الشعر المسبوق بالدم. طبعا دم عيال بتموت من الجوع. ورجعنا لحضراتكم تاني، وشفنا كده بعض اللقطات السريعه لفيلم غضب البحر والنهر. وطبعا احمد هيكلمنا عن كل التفاصيل. بتتكلم يا احمد في الفيلم عن احداث ثوره 25 يناير من داخل محافظه دمياط بالتحديد. الفكره جات لك ازاي، وامتى قررت ان انت تقدم فيلم يتناول كل المشاهد الحيه اللي كانت موجوده في ثوره 25 يناير؟ والله احنا بعد الثورة بشهرين كلمني الأستاذ حلمي ياسين المعد وموثق الفيلم، وقال لي إن عنده مادة فيلمية لأحداث الثورة. فرحت اتفرجت عليها، أبهرتني جدا، فقلت لازم أعمل حاجة توثق الأحداث دي في دمياط. خاصة إن مفيش حد كان مهتم بالأقاليم، يعني اللي كان بيحصل في الأقاليم. صحيح. الاهتمام كله كان في محافظه القاهرة القاهره بالتحديد. وميدان التحرير. بس فابتديت اشتغل على الفيلم، قعدنا حوالي 4 شهور مونتاج. الفيلم اخراج احمد صيام. كان فيه لقطات مهمة جدا وحاجات ابهرتنا. كان في ست دي تعتبر شارات الثورة في دمياط، يعني هي يوم 25 كانت الناس هتنصرف وخلاص وتمشي، قالت لهم لا انا قاعدة هنا، ووقفت قدام اللواءات الشرطة كلهم وقدام الناس كلهم، وقالت لهم انا قاعدة مش همشي عشان اخد حقي. فكل الناس قعدت معاها. دي كانت شخصيه محوريه في الفيلم. وهي ملهاش اي علاقه باي حاجه سياسيه، يعني هي ربة منزل. لكن هي عملت ده وفضلت قاعده وصممت ان هي تقعد، وبعدها كملوا بقى لغايه يوم التنحي. فهو الفيلم يوم بيوم لغايه يوم التنحي. مده الفيلم، المده الزمنيه للفيلم قد ايه؟ كان مدته الاصليه ساعتين وربع. ساعتين وربع. لان انا كنت باخد يوم. بعد كده اختصرته علشان المهرجان، خليته 40 دقيقه. طبعا يا احمد، تابعنا بعد ثوره 25 يناير ان كان في افلام كتير جدا اتكلمت عن الثوره وعن احداث الثوره. الحاجه اللي بتبقى مميزه زي فيلمك هي الحاجه اللي بتعلم مع الناس، اللي بيتم تقديرها من خلال الجوائز. كنت تتوقع ده وانت بتشتغل على الفيلم؟ يعني كنت حاسس ان في حاجه مختلفه؟ بتشوف الاختلاف في فيلمك يعتبر في ايه بالظبط؟ انا كنت متوقع انه هيبقى فيلم كويس، لكن مش متوقع انه هياخد جوائز وكده. لكن الاختلاف اللي فيه ان هو في مكان بيتسم بحب العمل. الناس في دمياط يعني كل واحد مشغول في شغله وبتاع وكده، ان الناس دي تنزل كلها بالعدد ده ويعملوا ثورة عظيمة. وفي مشاهد تعتبر نادرة. في كمان كان اللي بيحصل في القاهرة هو اللي بيحصل في دمياط.
يعني يوم موقعة الجمل اعضاء الحزب الوطني في دمياط بتوع مجلس الشعب نزلوا وضربوا الناس ومشوهم من الميدان. انت هنا حبيت توصل رساله ان مش بس الموضوع كان بيقتصر على بالظبط، محافظه ما كانش القاهره، في ولكن القاهره برضو المحافظات كلها كانت عايشه نفس الاحداث تقريبا، ما فيش اي اختلاف. مظبوط تمام. تمام. طبعا نجاح الفيلم خلاكم كلكم تفكروا كفريق عمل ان انتوا تعملوا منه بارت 2 او الجزء الثاني. حاليا انت شغال فيه يا احمد. هي الثوره، ثوره يونيو هي اللي حتمت علينا ان احنا قررتوا فعلا بعد 30 يونيو ان انتوا هتعملوا آه. الجزء الثاني، وانت حاليا شغال فيه. قدامنا قد ايه وممكن نشوف الفيلم خلاص خلصان يعني وجاهز؟ ممكن حوالي شهرين ان شاء الله. شهرين من دلوقتي. لان احنا بنشتغل دلوقتي على تجميع الماده الفيلميه، لان هو بيبقى فيه مصورين كتير مصورين الاحداث كلها. وطبعا العدد اللي نزل في 30 يونيو اكتر كمان من العدد اللي نزل في 25 يناير. مظبوط. بالاضافه لان انا هعمل يعني احنا في نهايه الفيلم الاولاني قلنا كده، كنت كاتب تعليق في نهايه الفيلم وهنا هدأت امواج الغضب دونما وعد بالهدوء التام. فهنبدأ من الجمله دي وهندخل على كل اللي حصل بعد الثوره، بداية بقى مرورا بكل حاجة بقى، الأحداث اللي كانت بتشهدها أحداث محمد محمود. كان الإخوان أيامها مشغولين بالانتخابات، ما كانش في دماغهم ده. زيارة محمد مرسي لدمياط والوعود اللي قالها. مرورا بقى بفترة حكمه بانتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى اللي ما حدش نزلها وبقوا في الآخر هما بيحطوا الدستور، لغاية ما بنوصل ل 30 يونيو و3/7 والكلام ده. طبعا بجانب فيلم غضب البحر والنهر اكيد بتشتغل على افلامك التانية، يعني فيلم بعد حين هنتكلم عنه، ولكن هروح لاخر حاجه ممكن نتكلم عليها في فيلمك في غضب البحر والنهر، واعرف اكتر تعليق اتقال لك وكان تعليق مميز جدا وايجابي ويديك دفعه حلوه انك تكمل بارت 2 وانت حاسس ان بارت 2 كمان ممكن يحقق نفس النجاح. والاستاذ فاروق عبد الخالق ناقد كبير كان قال لي ان الفيلم ده مش يعني من زمان ما شفناش فيلم بيوثق التوثيق ده. يعني هو كان بيوثق يوم بيوم الاحداث بالظبط في كذا مكان. فهو ده كان تعليق عجبني منه من ناقد كبير زي الاستاذ فاروق. وطبعا من دلوقتي بقى ايه مهرجان هيكون موجود اكيد يا احمد، هيكون موجود فيه من خلال اعمالك يعني، لان الواحد لما بيتعب في حاجه لازم يتم تقديرها يعني، وعلى الاقل يعمل اللي عليه ويشارك بيها. نروح لفيلم بعد حين. ده فيلم بتستعد ان انت تقدمه برضو الفتره الجايه، فيلم روائي قصير. كلمني بس كده الفيلم بيتناول ايه، او يعني بتحضر له ازاي دلوقتي، بتستعد له ازاي؟ هو الفيلم عن قصه لألفريد هيتشكوك. انا كنت قريت القصه عجبتني جدا فعملت لها معالجه مصريه وكتبتها وصورناه. وهو دلوقتي في مرحله المونتاج. هو بطوله حاتم قورة وهويدا مؤمن وناصر البشوتي ونهى عياد. كان عندك مشكله في اختيار الابطال بالتعاون مع المخرج كفريق عمل بشكل كامل يعني؟ لا، هو احنا كنا محظوظين الصراحه ان احنا لقينا الناس اللي احنا بندور عليهم جم في اماكنهم بسهوله، يعني ما كانش ما دورناش كتير. نظرة الناس بعد الثورة بشكل عام للأفلام الروائية القصيرة اختلفت. الوعي زاد. يمكن زمان يعني لو سألت أي حد يقول لك الأفلام اللي في السينما، الأفلام الروائية الطويلة هي اللي معروفة لينا، ولكن دلوقتي الاهتمام زاد والوعي زاد، والناس بقت تقدر فعلا الأفلام الروائية القصيرة وتبقى عايزة تشوفها وعايزة تتابعها. وطبعا ده بجانب المهرجانات اللي بقت برضو تهتم جدا بده بشكل أوسع كمان. بتشوف دلوقتي بيتم تقدير الأفلام دي وبتتحط في مكانها المظبوط يا أحمد؟ طبعا هو من خلال المهرجانات واهتمامها بيها ورصد جوائز للافلام القصيره دي بدا الاهتمام بيها يعلى جدا، وبدا الناس تشتغل على الافلام دي لانها بتجيب جوائز وبتعمل يعني بتبقى مرحله تعليميه، يعني الواحد بيتعلم منها. لما بيعمل فيلم قصير بيتعلم فبيعمل احسن في اللي بعده لغايه ما يعمل فيلم طويل يعني. بعد حين برضو خلاص احنا في المونتاج يعني فتره قصيره ويكون جاهز للعرض باذن الله. فكره بقى انك تسيب الافلام التسجيليه والافلام الروائيه القصيره وتنتقل لمرحله تانية وهي الافلام الروائيه الطويله، انت اخذت خلاص الخطوه وبتستعد لفيلم روائي طويل. استعداداتك ليه وصلت لايه؟ هو الفيلم قصه واخراج المخرجه عزة الحسين. هي جابت لي القصه وانا كتبت لها السيناريو. خلصت الكتابه الاولى، دلوقتي انا شغال في الكتابه الثانيه. تمام.
فان شاء الله نخلصها ونبتدي تصوير ان شاء الله. في بقى عندكم اي توقعات لنجوم معينين او لابطال، او حتى عشان ما احرقلكش اي في الاحداث، يعني نجومه هيكونوا شباب صغيرين في السن، ولا نجوم ممكن يكون بقى نجوم كبار؟ هو اغلبهم هيبقى شباب، بس برضه هيبقى فيه نجوم. بتشوف دلوقتي ان الافلام اللي هي ما بتعتمدش على وجود البطل الاوحد يعني بتبقى هي الافضل دلوقتي للجمهور؟ بنشوف مجموعه كبيره من الفنانين بيشتركوا مع بعض، وبتبقى الادوار تقريبا متساويه، ما فيش حد يعني نقدر نقول عليه هو البطل الاوحد، بتحقق نجاح رهيب. يعني ده بدانا أفضل الموضوع طبعا. ده من ايام يمكن سهر الليالي، واستمرارا بعديه بقى في افلام كتير مميزه. بتشوف الوضع ازاي كسيناريست وانت بتكتب؟ بتحب تقسم الموضوع ازاي؟ ده بيسري الفيلم جدا لما يكون في اكتر من شخصيه وفي حد قادر ان هو يقوم بيها كويس، فده بيسري الفيلم جدا بيخلي الشخصيه اللي كاتبها السيناريست تتنفذ زي ما هو كاتبها بالظبط. بشكل عام بيكون مفيد بيكون يعني افضل بكتير كمان حتى للمشاهد، بيبقى طبعا. بالنسبه له التنوع ده حلو، احيانا الواحد بيشوف نفسه في بطل او بطله من ابطال تجاريا الفيلم. كمان بيبقى مظبوط. احمد، طبعا بحييك على حاجه تانية، ان انت في كتاباتك بشكل عام بتكون حريص جدا على التنوع. يعني ليك فيلم قبل كده اسمه المركب اللي تودي، ده برضو فيلم روائي قصير، كان قصته مختلفة وفكرته مختلفة، والجميل فيه انه اخذ كمان جايزة احسن فيلم بناء على اختيار الجمهور، مش بس من خلال النقاد، ولكن الواحد لما بيتم تقديره من الجمهور العادي بيحس ان الفيلم فعلا مميز. كان بيتكلم عن ايه المركب اللي تودي؟ هو كان بيتكلم عن شاب ضاقت بيه العيشة في مصر، وهو كان فيه رمزية شوية، كان أخوه مسيطر عليه وخد فلوسه وكده، فقرر إنه يسافر للخارج. فهناك بقى ناقشت قضية الكفيل اللي هو واخد الباسبور بتاعه، منعه إن هو ينزل، منعه إن هو يسافر وكده، لغاية بعد ما بيذله كتير جدا بيدوله الباسبور وبيسافر. فبيسافر على عبارة، بتكون عبارة سلام، فبيغرق فيها. هنا كنت عايز توصل رسالة للشباب تقول لهم انه ما يستسهلوش، اسهل حاجة السفر، اسهل حاجة احاول اهرب واجري. كنت عايز تقول ايه؟ كنت عايز اقول ان كل مكان فيه معوقات، بس لما تبقى في بلدك ده افضل. يعني هو سافر. نظام الكفيل المعمول ده نظام مهين، يعني مهين انه يبقى تحت رحمة شخص هو بيتحكم فيه، متحكم في نزوله، متحكم ان هو يسافر او ما يسافرش بامره، وممكن يحجز الباسبور بتاعه ويخليه ما ينزلش خالص. فكرة التحكم او انك تذل الشخص اللي قدامك وتديله المساحة دي انه يكون متحكم فيك، كنت عايز يعني تدي هنا ضوء اخضر تنبه الناس للموضوع بشكل عام. بالظبط. الفيلم زي ما قلنا فاز في تصويت الجمهور. فكرت انك تقدم حاجة تانية برضو تعتبر رسالة للشباب؟ احنا عملنا، يعني ما كانتش رسالة للشباب، هي كانت حاجة إنسانية. يعني عملنا فيلم تسجيلي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كان اسمه طفل مدى الحياة. ده من قد ايه بقى يا احمد؟ من كام سنة؟ من حوالي 4 سنين. تمام. ده كان بيتكلم عن الأطفال دول في دور رعاية، فبنناقش مشاكلهم مع أولياء أمورهم، وازاي ودول بيمثل لهم ايه. فكان اولياء الامور دول بالنسبه لهم دول الحاجه العظيمه اللي في حياتهم، برغم ان المعاناه اللي هم شايفينها في العلاج او في التعليم بتاعهم او الكلام ده كله. وبنناقش برضو ده مع الاخصائيين بتوعهم وكده. فكان فيلم التسجيلي انساني يعني. حلو ان برضو لسه في ناس مهتمه بوجود قضايا، يعني مش كل الناس ممكن تهتم بالحاجه الانسانيه. في ناس بتحب انها تكون عامله حاجات ليها علاقه بالاحداث اللي مصر بتعيشها حاليا او حاجه، ولكن انت في لفته برضو مختلفه منك فكرت انك تعمل حاجه انسانيه. عايزه اعرف منك، يعني محتاج انت كسيناريست انك تقابل نماذج حيه تتكلم معاهم تعرف مشاكلهم، ولا ممكن برضو من خلال يعني قصص حد يحكيها لك، من خلال قراءاتك برضو للموضوع تقدر ان انت تجمع معلومات؟ ومن خلال كل ده كله بيكمل بعضه في النهايه. ومن خلال مشاهده الافلام ومن خلال القرايه. بس افضل حاجه اللي بتبقى في وسط الناس، انك تشوف نماذج حيه يعني بتعاني بنطلع بحاجه مختلفه. ده مهم بشكل عام في كل اعمالك يعني يا احمد، لازم يكون برضو تكون عشت الحدث او شفت حد عايش الموضوع ده. طبعا. بشكل عام في ناس بتشوف ان في عشوائيه في صناعه الفيلم التسجيلي بالتحديد. عشوائيه بمعنى ان ممكن اي حد ينزل يصور
والكاميرات دلوقتي بقت متاحه لشريحه كبيره جدا من الناس، حتى كاميرا الموبايل احيانا بيكون الريزوليوشن بتاعها عالي جدا، ممكن يصوروا بيها، وان ممكن اي حد يجمع له شويه فيديوهات ويطلع بفيلم. تتفق ولا تختلف مع الراي اللي بيقول ان في عشوائيه في وجود افلام تسجيليه كتير منتشره على الساحه بشكل عام؟ وبتشوف ايه الحل كمان لو انت بتتفق مع الراي ده؟ هو طبعا بقى فيه عشوائيه كتيره، بس هي الفكره في الفيلم التسجيلي ان انا مش بجيب لقطات احطها جنب بعضها. اكيد طبعا. يعني المفروض ان انا اعمل حاجه مشوقه، اعمل حاجه بيبقى فيه تيمه في الفيلم، ما يحسش المشاهد بالملل وهو بيتفرج. الايقاع نفسه كمان لازم الإيقاع يكون يعني سريع. صحيح. لما عملنا الفيلم كان ساعتين وربع، ما حدش مل من الساعتين وربع. فلازم يبقى في ايقاع. في ناس بتجيب لقطات من غير درايه، بيحطوا ده جنب ده جنب ده وفي الاخر يعملوا فيلم تسجيل. طبعا برضو ما نقدرش نحجر على ده، لان ممكن تكون محاوله وهيطوروا نفسهم مرة بعد في كده. مرة بالتأكيد. ولكن بشكل عام بتقيم الأفلام الموجودة دلوقتي إزاي؟ أكيد برضو كسيناريست بتتابع الأعمال اللي بتتقدم في المهرجانات بشكل عام، أي حد بيشارك معاك. الافلام التجاريه ولا الافلام؟ لا، نتكلم الأول عن الأفلام الروائية القصيرة أو التسجيلية اللي أنت اشتغلت فيها فترة أطول يعني. لا، هو في تطور كبير جدا في يعني شباب السينمائيين عاملين شغل حلو جدا في الافلام القصيره وفي الافلام التسجيليه. بقى في فرصة أكبر للشباب كمان إن هم يكونوا موجودين طبعا يعني. طبعا. وموضوع الانتاج ما عادش مشكله، يعني كل واحد معاه كاميرا ومعاه اصحابه، كل واحد بيتبرع من غير اي فلوس وبيعملوا الفيلم. صحيح. لو اتكلمنا عن الافلام الروائيه الطويله، مصر دلوقتي بتواجه مشكله، وهي طبعا في ظل الظروف الاقتصاديه المتوتره المنتجين قلقانين يجازفوا بفلوسهم، ينزلوا بافلام الفيلم ممكن ما يحققش نجاح. ما بنشوفش غير يمكن اغلب الافلام افلام مقاولات، افلام تجاريه زي ما بنقول. بتشوف امتى ممكن نخرج من الدايره دي يعني يا احمد، ونرجع تاني لافلامنا اللي كانت بتخش مهرجانات تكسر الدنيا كلها؟ هو برضو الجمهور يتحمل جزء من ده. بتشوف يعني ان احنا بنشجع على وجود الافلام دي؟ بالظبط. الافلام دي بتحقق ايرادات عاليه كبيرة جدا. ويعني زي ما قال استاذنا الكبير وحيد حامد كان في ختام المهرجان القومي للسينما اول امبارح، قال ان هم بيقيسوا نجاح الفيلم بالايرادات. مظبوط. لكن تاجر المخدرات بيكسب كتير، بس احنا مش بنحترمه وملوش قيمه في المجتمع. فاحنا لازم نعمل حاجه ليها قيمه، مش المقياس ان هي تعمل ايرادات. اهم حاجه ان يبقى ليها قيمه وان هي بتسيب في وعي المشاهد حاجه بعد ما يتفرج على الفيلم. صحيح. يعني الرساله اللي بيقدموها يكون لها قيمه بعد كده لما تتشاف بعد مليون سنه، يبقى الفيلم ده بيتم تقديره برضه زي افلام الابيض والاسود اللي مهما الواحد شافها مستحيل يمل منها، وكل فيلم ليه رساله مهمه جدا بيوجهها للجمهور. ولكن دي افلام يعني ممكن تتحط طبعا تحت اطار افساد الذوق العام. بعض الاسر بتشوف ان الفيلم صعب ان انت تشوفه مع اسرتك او مع اولادك، ولكن زي ما انت قلت هي فكره الايرادات بتكون برضو يعني. وفي مشكله تانية ان في منتجين كتير بقوا يقلدوا ده، لقوا ان ده اللي ماشي، فنبدا نمشي على نفس النهج. كلها يعني الفتره اللي فاتت كلها واحده، كلها نفس المواضيع. برضو الاستاذ وحيد حامد قال تعليق ان تحس ان هي متصوره في مزارع بانجو. كلها بتتكلم عن المخدرات، بتتكلم عن يعني كلها كده. ما فيش فكره جديده، ما فيش حاجه جديده ممكن يقدموها للجمهور بشكل عام. اكتر حاجه ممكن تميز السيناريست الشاطر ايه في شغله؟ تماسك السيناريو. السيناريو مترابط، ما يبقاش ممل، ما يتوهش المشاهد في كذا مكان وفي الاخر ما نوصلش لحاجه. انت من الناس اللي بتفضل في كتاباتك انك ممكن تسيب النهايه مفتوحه، فكره الاوبن اند، ان انت تدي مساحه للمتفرج ان هو يسرح بقى بخياله ويتوقع النهايه اللي بيحبها، ولا بتحب ان انت تحط نهايه منطقيه وتقفل الفيلم بطريقه خاصه؟ والله ساعات بعمل ده وساعات بعمل ده. لكن هو ان انا اسيب جزء لتوقع المتفرج، ده انا بعمله من خلال الاحداث. يعني هو مش قادر يتصور المشهد الجاي هيكون بيتكلم عن ايه. يعني ده مهم. صحيح. وده افضل. يعني مش ان احنا مش ما نجيبش حاجه مباشره. يعني انا ما اجيبش حاجه عايز اقولها فاقولها مباشره، اسيبها لتوقع المشاهد، ده بيبقى افضل. الخيال مطلوب جدا في الكتابه، وانت بتكتب لازم يكون في مساحه كبيره المشاهد يحس بخيال الكاتب وهو بيتفرج برضو على العمل. طبعا ده مهم. والجزء التسجيلي برضو بيبقى مهم جدا. الجزء التسجيلي بيكمل برضو بقيه المجهود. مين من الشباب دلوقتي يا احمد بتشوف ان هو يبشر بوجود كاتب مميز جدا الفتره الجايه؟
شباب ولا يعني بنات او ولاد يعني، لا اقصد كاتب او كاتبه. سن ايه في السن اللي احنا فيه يعني سن الشباب، مش حد من كتابنا الكبار يعني، ولكن حد ظهر بعمل متميز جدا، تتوقع له مستقبل حلو الفترة الجاية، سواء برضو في مجال التلفزيون أو حتى في السينما. ممكن حد في رمضان ظهر أسماء مميزة جدا جدا في المسلسلات على سبيل المثال يعني. في محمد سليمان عبد الملك عمل فيلم اسمه مؤقت، مسلسل اسمه مؤقت، كان مسلسل هايل جدا. وبرضو السيناريست محمد أمين راضي عمل نيران صديقة، وكانوا صراحة مسلسلين متميزين جدا. ليه دايما الافلام المسلسلات حتى اللي بيبقى فيها سسبنس كتير بتبقى هي الحاجه اللي الناس حابه انها تتابعها؟ يعني بشكل عام المسلسلين دول بالتحديد كانت الناس مش عارفه ممكن تكون النهايه شكلها ايه، الابطال كل واحد ليه قصه شكل، ففكره برضو السسبنس لسه مهمه عندنا. طبعا. وبعدين هو الذكاء ان هم كانوا بيقفلوا الحلقه على حاجه لازم تبقى عايزه تتابع تاني يوم على طول الحلقه اللي بعديها، فهو مزبوط. كان شادد المشاهد على طول يعني. مظبوط. اكتر الصعوبات اللي بتقابلك خلال مشوارك بشكل عام من بداياتك يعني لغايه دلوقتي ممكن تكون ايه؟ احنا كان عندنا صعوبه ان احنا كنا قاعدين في دمياط، يعني كان ما فيش حد كان مهتم بالسينما هناك او بالافلام. احنا كانوا بيبصوا لنا ان احنا بنعمل حاجه غريبه، كنا بنبقى خايفين من التصاريح، ما بنعرفش ننزل نصور في الشارع عادي يعني. دي كانت اكتر حاجه بتقابلنا فيها صعوبه، كنا حتى بنضطر ان احنا نصور كله اندور عشان ما نتعرضش للمشاكل وكده. لسه عندنا نفس المشكله دي دلوقتي؟ لسه بتواجه نفس الازمه ولا لا؟ والله في الفيلم الاخير واجهنا الازمه، بس الحمد لله اتحلت يعني. انتاجيا لسه عندنا برضو مشاكل في الانتاج، بيبقى عندك مشكله انك تسوق لفيلم كويس مثلا على سبيل المثال وتلاقي المنتج المتميز. يعني احنا بنعمله على حسابنا الافلام القصيره دي كلها. دي مشكله يا احمد، يعني لو حد ما عندوش الامكانيات اللي تخليه يطلع فيلم مشرف فعلا، بنظلم نفسنا احيانا بوجود امكانيات بسيطه، رغم ان هو ممكن يكون ككاتب كمخرج كفنان متميز جدا، ولكن ما عندناش لسه برضو فكره الشخص اللي ممكن يغامر مع مجموعه من الشباب مثلا. لا موجود. عندنا المنتج محمد حفظي عمل افلام مستقله للشباب. لا انا اقصد يعني بتشوف ان العدد ده كبير؟ لا مش كبير، مش قد برضو عدد الشباب المتميزين بشكل عام. نتمنى الفترة الجاية برضو يبقى فيه بإذن الله مساحة أكبر لوجود مبدعين شباب على كافة المستويات يعني، وفي كل المجالات كمان، مش بس في مجال الكتابة. خليني أعرف منك كلمة برضو أخيرة توجهها لكل الشباب اللي لسه في بداية المشوار، تقول لهم بعض النصايح كده سريعة وناخد منك. شباب السينمائيين يعني؟ الكتاب بالتحديد. الكتاب يعني لازم نهتم ان احنا نطلع حاجة ليها قيمة، بغض النظر عن ان انا اطلع فيلم وبس. يعني مثلا في مهرجان ما بيشترط فكرة معينة تتعمل له بس، الفيلم يبقى ليه هو بس ويحتكر سنة. ففي شباب كتير بيعملوا ده. ازاي انت بتحط حاجة محددة ليك ان انت تعمل فكرة معينة والفيلم مش هيتعرض غير في المهرجان ده بس؟ هتستفيد ايه غير جايزة مثلا يعني لو خدتها كمان؟ فكرة الاحتكار دي يعني بتقتل المواهب. اعمل حاجة ليك انت، حاجة دماغك انت عايز تعمل حاجة محترمة، حاجات تسيب بصمة في عين اللي بيتفرج على الفيلم بعد كده يفتكرها. مظبوط. طبعا مستنيين الجزء الثاني من غضب البحر والنهر، وان شاء الله كل التوفيق ليك والفريق العمل اللي معاك، وطبعا مستنيين برضو الفيلم الروائي الطويل، ويكون لنا دايما معاك لقاءات مميزه يا احمد من خلال اعمالك. كل التوفيق ونجاح ليك باذن الله. شكرا ليك ولوجودك، نورتنا النهارده. شكرا جدا. مشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم. طبعا المفروض كان هيكون معانا كالعاده زي كل يوم خميس بست سيلر، ونشوف فيها اخر واهم المبيعات، وبيكون لنا كمان تحليل من خلال الكتب المميزه، بنعرف الكتاب بيتناول ايه، وبيكون معانا كل مره ناشر او يعني حد من ضيوفنا الكرام اللي بيكلمونا اكتر عن الكتاب وعن مضمونه، وبيقولوا لنا كمان اهم الكتب سواء المصريه او حتى الاجنبيه او العالميه اللي بتتصدر دلوقتي في الاسواق. ولكن هقول لحضراتكم سريعا اسماء الكتب واسماء الكتاب، وان شاء الله الخميس الجاي يكون لنا نفس الفقره بمساحه اكبر في الوقت كمان. سقوط الاخوان للكاتب الكبير مصطفى بكري من الكتب المميزه جدا، تابعوه. وكمان الفيل الازرق لاحمد مراد ما زال لغايه دلوقتي من الكتب اللي عليها اقبال، قصه مختلفه جدا ممكن تتابعوها من خلال احمد مراد. وكمان في قواعد العشق، وفي دور الصدفه والغباء في تغيير مجرى التاريخ،
وفي اخر حاجه معانا الجحيم لدان براون، برضو من الاعمال المميزه. ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون معانا فقرات مختلفه ومتنوعه برضو تنال اعجاب حضراتكم، وكده نكون وصلنا لنهايه يومنا النهارده. كنا معاكم على مدار ساعه ونص على الهواء. شكرا لكم على حسن المتابعه، وطبعا بشكر كل فريق العمل وكل زمايلي خلف الكاميرات، ونشوفكم بكره على خير 10 صباحا. باي باي.